بيبدأ الفيلم سنة 1996 بمجموعة عمال موجودين في كهف قديم في مدينة اسمها سان خفير، والعمال دول بيكونوا تحت قيادة شخص اسمه ريتشارد. وريتشارد ده بيكون مشغل العمال دول في الكهوف علشان يدوروا على مخلوق أسطوري معروف باسم تشوبا كوبرا. ومخلوق تشوبا كوبرا ده بيكون عبارة عن كائن غريب وعنده جناحات وبيتغذى على دم المعيز، وفي حكايات كتيرة منتشرة عن المخلوق ده من زمان، لكن في الأول وفي الآخر هي مجرد أساطير وخرافات، وكل الناس بيكونوا مقتنعين إن المخلوق ده ملوش وجود، ما عدا ريتشارد هو اللي بيكون مقتنع إن المخلوق ده موجود وعايش وسطهم، لدرجة إن كل الناس بدأت تشك إن هو مجنون. وعلشان كده قرر ريتشارد يجيب عماله ويدوروا على المخلوق ده ويقلب عليه الدنيا علشان يثبت كلامه لكل اللي شكك فيه. وفي يوم أثناء ما هم بيدوروا على المخلوق في الكهف أخيرا بيقدروا يلاقوه، وساعتها ريتشارد بيجري على الكهف وبيقف يتأمل المخلوق ده، وبيكون هو والرجالة اللي معاه مش مصدقين عينيهم لحد ما بيكتشفوا إن المخلوق ده عبارة عن مخلوق صغير حديث الولادة. وفي اللحظة دي بتتدخل أم المخلوق وبتهجم على ريتشارد ورجالته وبتاخد ابنها وبتحاول تهرب من المكان بسرعة، لكن أثناء ما هي بتهرب بيطلع ريتشارد مسدسه وبيضرب عليها نار وبيصيبها في جناحها، والطلقة دي بتعمل لها إصابة قوية وبتمنعها من الطيران وبتجبرها تفضل في الأرض. فبيستغل ريتشارد الحالة اللي الأم فيها وبيبدأ يطاردها بسرعة علشان ما يخليهاش تفلت من إيده، وبيكون ريتشارد خلاص على وشك يمسكهم الاتنين. فبتقرر الأم تضحي بنفسها وبتخبي ابنها في مكان بعيد عن ريتشارد، ورجالته وبتظهر نفسها لريتشارد علشان يطاردها وينشغل بيها وما ياخدش باله من ابنها. وبيفضل المخلوق الصغير ده لوحده ومش عارف يعمل ايه من غير امه ولا عارف يروح فين بالظبط. وتاني يوم بننتقل لولايه كانساس في امريكا وبنشوف ولد صغير اسمه اليكس، واليكس ده بيكون ولد يتيم وابوه لسه متوفي من فتره قريبه، وبيكون اليكس موجود دلوقتي في المدرسه وبيبان ان هو ولد خجول وانطوائي ومالوش اصحاب، وكمان بيتضح ان زمايله في المدرسه بيتنمروا عليه وبيضايقوه، وعلشان كده بيكون اليكس دايما محبط وحزين وحالته النفسيه بتكون سيئه جدا خصوصا بسبب فقدانه لابوه لان هو كمان مقرب جدا منه. وبعد المدرسه بيرجع اليكس للبيت وبيكون باين عليه ان هو زعلان ومتضايق، فبتلاحظ امه الحاله اللي هو فيها وبتروح تساله لو حد ضايقه في المدرسه. فبنفهم هنا ان دي مش اول مره اليكس يتعرض فيها للتنمر، لكن اليكس بينكر وبيقول لامه ان مفيش حد مضايقه ولا حاجه. فبتحاول امه تخفف عنه وبتتكلم معاه وبتقول له ان هي عارفه ان هو بيمر بوقت صعب بعد وفاه ابوه، لكن بتوعده ان كل ده هيتغير في اجازه نهايه الاسبوع، وده علشان اليكس هيسافر للمكسيك في نهايه الاسبوع ده علشان يقضي الاجازه مع جده ووالد ابوه. وبيكون اليكس رافض الفكره دي تماما ومش عايز يسافر، وده لان هو ما قابلش اي حد من اسره ابوه من وهو صغير ومش فاكر اي حد منهم. فبتاكد له امه ان اسره ابوه اسره لطيفه وهو هيستمتع بوقته معاهم، وكمان بتقول له ان مدينه سان خفير اللي هو هيسافر ليها مدينه جميله وهو هيحبها جدا. فبيفكر اليكس في كلامها وبعدها بيوافق على السفريه، لكن بيطلب من امه تسافر معاه علشان ما يبقاش لوحده. فبتقول له امه ان هي مش هتقدر تسيب الشغل وتسافر معاه، وما بيكونش فيه اي حل قدام اليكس غير ان هو يسافر لوحده. وبيدخل بعد كده اليكس لاوضته وبيفضل يفتكر ذكرياته مع ابوه ويعيط، وبالصدفه بتدخل امه عليه وبتشوفه هو في الحاله دي، فبتقعد امه معاه وبتفضل تهديه وتواسيه وبتحاول تعوضه عن فقدان ابوه. وبتعدي الايام وفي نهايه الاسبوع بيسافر اليكس لمدينه سان خفير في المكسيك، واليكس ما بيبقاش عارف ان الاجازه دي هتغير مجرى حياته للابد. واول ما بيوصل اليكس لهناك بيجي جده يستقبله ويرحب بيه، وفي الاول اليكس ما بيعرفش جده لان هو ما قابلوش من فتره كبيره، لكن جده تشافا بيعرفه بنفسه وبيستقبله وهو فرحان بيه، وبياخدوا تشافا معاه في العربيه وبيتحركوا ناحيه البيت، وفي الطريق بيفضلوا يدردشوا سوا. وبيكون تشافا فرحان جدا باليكس لانه بيفكروا بابنه المتوفي، وبيحاول تشافا يهزر مع اليكس ويضحك معاه علشان يخفف التوتر اللي بينهم، لكن بتكون في مشكله في التواصل بينهم لان اليكس بيتكلم انجليزي وهم في المكسيك بيتكلموا اسباني، فبيضطر تشافا يتكلم انجليزي معاه علشان يفهموا بعض. وبعدها بيوصلوا للبيت وهناك اليكس بيقابل ابن عمته اللي اسمه ميمو، وتشافا بيعرفهم على بعض وبيقول لاليكس ان ميمو واخته جايين علشان يقضوا الاجازه معاه، وبيسيبهم تشافا يتعاملوا مع بعض وبيدخل هو للبيت. وساعتها ميمو بياخد اليكس جوله في البيت وبيوريه المكان اللي هينام فيه، وبيلاحظ اليكس ان البيت مليان ادوات وحاجات تخص المصارعه، فبيفهم اليكس ان ميمو ابن عمته مهووس بالمصارعه وبيحبها جدا، لكن ما بيهتمش اليكس وبيروح للاوضه اللي هيقعد فيها. وهناك اليكس بيقابل لونا اخت ميمو واللي بينبهر بيها اليكس وبجمالها اول ما بيشوفها، فبترحب لونا بيه وبتتعرف عليه، وبيتضح ان هي بنت لطيفه. وبعد ما بيحط اليكس حاجته في الاوضه بتاعته بينزل يقعد مع ميمو ولونا وبيقعدوا يتكلموا سوا، وبيعرف اليكس منهم هم ليه مهووسين بالمصارعه، وبيكتشف ان هم بيحبوا المصارعه لان جدهم تشافا كان مصارع مشهور زمان، وميمو ولونا بيعتبروه مثلهم الاعلى وبيحبوا المصارعه علشانه. وكمان بيعرف اليكس ان تشافا ما كانش مصارع عادي لكنه كان مصارع محترف ومعاه بطولات كتير وما كانش فيه اي حد قادر يهزمه، لحد ما في يوم حصل له كسر في الجمجمه، وبسبب الاصابه دي اضطر تشافا يعتزل لعب المصارعه رغم ان دي كانت اكتر حاجه بيحبها في حياته. وفي اللحظه دي بيدخل تشافا وبيقطع كلامهم وبيقول لهم يجوا معاه يطمنوا على الحيوانات اللي في المزرعه بتاعتهم، واول ما بيروحوا للمزرعه بيتفاجئوا ان في معزه مقتوله ودمها ممصوص. فساعتها بيقول ميمو ان اكيد اللي تشوبا كابرا هو اللي قتل المعزه ومص دمها، ودي بتكون اول مره اليكس يسمع الاسم ده. فبيبدا ميمو يشرح له ان تشوبا كابرا ده مخلوق مرعب وبيتغذى على المعيز، فبيقول لهم تشافا ان مفيش حاجه اسمها كده وان المخلوق ده مخلوق اسطوري ومالوش وجود، وكل القصص
اللي بتتقال عنه دي مجرد خرافات ومفيش اي دليل عليها. وبياخدهم بعد كده تشافا وبيدخل البيت، وفي نفس الوقت ده بنشوف ريتشارد وبيكون لسه بيدور على مخلوقات اللي تشوفا كابرا، ولكنه ما اصطادش ولا واحد منهم. واثناء ما ريتشارد قاعد لوحده وبيفكر ازاي يصطاد المخلوقات دي، بيجي شخص يتكلم معاه وبيساله عن اخبار عمليه صيد اللي تشوفا كابرا. وهنا بنكتشف ان ريتشارد شغال مع مجموعه مستثمرين وهم اللي بيمولوه وبيوفروا له كل الامكانيات والموارد، وده لان دم اللي تشوفا كابرا فيه قدره رهيبه على الشفاء، والدم بتاعه ده هيعمل ثوره في عالم الطب. وبياخد ريتشارد تمويل من المستثمرين دول في مقابل ان هو يجيب لهم دم اللي تشوفا كابرا. وبيكون المستثمر ده جاي يتكلم مع ريتشارد لان عدت مده كبيره وهو لسه ما اصطادش حاجه، فبيحاول ريتشارد يهديه وبيقول له ان هو قدر يحدد مكان المخلوقات دي وان هو حاليا بيطاردهم وقريب جدا هيصطاد منهم واحد. فبيقول له المستثمر ان هم زهقوا من المماطله بتاعته وان هو قدامه لاخر الاسبوع علشان يجيب لهم دم اللي تشوفا كابرا، وبيحذره ان هو لو ما قدرش يعمل كده ما يلومش الا نفسه لان هو كذب عليهم وخد منهم فلوس كتير. وبيسيبوا بعد كده المستثمر ده وبيمشي. فبيقف ريتشارد متحير ومش عارف يعمل ايه في المصيبه دي. وبيجي الليل وبنشوف اليكس وهو قاعد في اوضته، واثناء ما هو قاعد بيلاقي جده تشافا بيتسلل وخارج من البيت. فبيستغرب اليكس من سبب خروج جده في الوقت المتاخر ده وبيطلع يمشي وراه لحد ما بيلاقيه رايح يقعد لوحده في المستودع ومشغل اغاني هاديه. وبيكون اليكس بيتفرج على اللي بيحصل وهو مش فاهم اي حاجه. واثناء ما هو بيراقب جده بيتفاجئ باللي تشوفا كابرا الصغير اللي امه سابته لوحده. وطبعا بيترعب اليكس اول ما بيشوف المخلوق ده وبيفضل يصرخ. وساعتها تشافا وميمو ولونا بيجوا بسرعه، فبيقول لهم اليكس على المخلوق اللي شافه لكنهم ما بيلاقوش اي حاجه. فبيفتكروا ان اليكس بيتخيل مش اكتر، وبيرجعوا يناموا تاني. وبيكون اليكس متاكد من اللي هو شافه جدا لكن مش عارف يثبت ده ازاي. فبيرجع اليكس معاهم للبيت وهو مجروح في ايده لانه بيكون اتخبط في ايده اول ما شاف المخلوق ده. وتاني يوم بيصحى اليكس وبيتفاجئ ان صغير اللي تشوفا كابرا موجود على سريره وبيكون ماسك ايده المجروحه. فبيتفزع اليكس وبيصرخ، وساعتها المخلوق بيخاف منه وبيطلع يهرب بسرعه. وطبعا اليكس بيكون مصدوم ومش مصدق عينه، لكن الغريب ان هو بيلاقي الجرح اللي كان في ايده واتعالج من تلقاء نفسه. فبيحس اليكس ان المخلوق ده مسالم وان هو مش خطر ومش مرعب، فبيروح يدور عليه لكنه مش بيلاقيه. وبعدها بيروح اليكس يقعد مع لونا وبيفضلوا يتكلموا. فبتحاول لونا تواسيه على فقدان ابوه وتخرجه من الحاله اللي هو فيها، لكن اثناء ما هم قاعدين سوا بيجي ميمو وبيقطعهم. وبيتضح هنا ان جدهم تشافا بينسى حاجات كتير بسبب سنه الكبير، واحيانا كتير بيتوه وما بيعرفش يرجع البيت. وميمو ولونا متعودين يدوروا عليه ويرجعوه البيت. وبالفعل بيجهزوا نفسهم وبياخدوا العربيه وبيطلعوا يدوروا عليه، واليكس بيروح معاهم. وبيفضلوا الثلاثه يدوروا على جدهم في المدينه لحد ما اخيرا بيلاقوه ماشي على الطريق ومعاه معزه. وطبعا بيستغربوا من تصرفاته لكن ما بيهتموش قوي لان هو سنه كبير وحالته العقليه بالنسبه لهم مش كويسه. فبياخدوه معاهم وبيمشوا وبيرجعوا كلهم للبيت وبيقعدوا يتفرجوا على الاخبار في التلفزيون. والاخبار دي بتكون بتتكلم عن المخلوقات اللي تشوفا كابرا واللي في ناس كتير بتدعي ان هم شافوا واحد منهم. وكمان اصحاب المزارع بيدعوا ان في عدد كبير من المعيز اللي عندهم بيموتوا. لكن في اللحظه دي بيتدخل تشافا وبيقفل التلفزيون وبيقول لهم ان الاخبار دي كلها كذب لان المخلوقات دي مش حقيقيه وملهاش اي وجود، وبيسيبهم وبيمشي. فهنا بيستغرب اليكس من اصرار تشافا ان المخلوقات دي ملهاش اي وجود. ولما بيربط اليكس الاحداث ببعض بيحس ان جده مخبي حاجه. فبيروح اليكس يتكلم مع لونا وبيقول لها ان هو شاكك ان جدهم مخبي مخلوق من المخلوقات دي عنده في المزرعه. فبتضحك لونا وبتقول له ان المخلوقات دي مخلوقات اسطوريه وملهاش اي وجود في الواقع. فبيتضايق اليكس من طريقتهم معاه وبيروح يقعد لوحده في المستودع. واثناء ما هو قاعد لوحده بيتفاجئ بمخلوق اللي تشوفا جاي ناحيته. ففي الاول بيخاف اليكس منه لكن بعدها بيتمالك نفسه وبيقرب منه وبيحس ان هو مخلوق لطيف ومسالم. وبيحس اليكس ان هو جعان فبيقرر يجيب له حاجه ياكلها. فبيرجع اليكس للبيت وبيجيب اكل من الثلاجه وبيروح يديله الاكل ده، لكن المخلوق بيرفض ياكل من الاكل. وبيكون واضح كمان ان المخلوق خايف من الرعد والبرق اللي بيحصل. فبيحضنه اليكس وبيقرر يقضي الليله دي معاه وما يسيبوش لوحده. وبيبان ان هما الاثنين بداوا يستلطفوا بعض ومنسجمين على الاخر. وتاني يوم بيصحى اليكس على صوت ميمو وهو جاي يدور عليه في المستودع. فبيحاول اليكس يخبي المخلوق منه لكن ميمو بيشوفه. وطبعا بيترعب ميمو وبيصرخ. وبتيجي لونا على صوت صراخ اخوها وهي كمان بتشوف المخلوق وبتفضل تصرخ. فبيحاول اليكس يهديهم هما الاثنين وبيفضل يقنعهم ان المخلوق ده مسالم وان هو محتاج مساعدتهم مش اكتر. وبالفعل بيهدوا هما الاثنين وبيقربوا من المخلوق وبيحسوا ان هو حيوان اليف. فبيقرروا يحتفظوا بيه ويساعدوه لحد ما يشوفوا هيعملوا ايه. وبيسموه باسم تشوبا علشان يعرفوا يتواصلوا معاه. وفي اللحظه دي بيدخل جدهم تشافا للمكان وبيتضح ان كلام اليكس كان صح وان تشافا جدهم كان مخبي تشوبا عنده وبيعتني بيه. وبيعترف لهم تشافا بكل حاجه وبيحكي لهم ان هو في يوم كان راجع بعربيته للمزرعه في وقت متاخر، واثناء ما هو كان على الطريق شاف تشوبا لوحده وكانت حالته صعبه جدا. فخدوا تشافا معاه للمزرعه وقرر يخبيها عنده لحد ما يشوف هيعمل معاه ايه. وبيقول لهم ان هو كان مضطر يخبي الموضوع لان في ناس بتدور على تشوبا وعايزين يستغلوه بطريقه مش كويسه، وهو ما كانش عايز يقول لهم علشان ما يعرضش تشوبا للخطر. وطالما هم عرفوا فبيحذرهم تشوبا وبيقول لهم ما يجيبوش سيره الموضوع ده قدام اي حد. وبيتفقوا هم الاربعه على انهم يهتموا بتشوبا ويحموه ويحاولوا يوصلوه لاهله. وبيقطع كلامهم ده وصول ريتشارد للمزرعه علشان يقابل تشافا، وده لان هو تواصل مع الشرطه علشان يشوف مين العربيات اللي عدت على الطريق في اليوم اللي كان بيطارد فيه تشوبا وامه. وعارف ان تشافا عدى بعربيته في نفس الوقت ده وجاي يفتش بيته، لكن تشافا بيرفض يدخله المزرعه نهائي وبيطرده من المكان. وساعتها بيشك ريتشارد في تشافا
وبيمشي وهو متاكد ان هو مخبي حاجه عنه. وبعد ما بيمشي بيروح اليكس يلعب مع تشوبا وبيقضي وقت معاه وبيكونوا مستمتعين جدا مع بعض. وبعدها ميمو بياخد تشوبا وبيحاول يعلمه استخدام جناحاته، وكمان بيدربه على الطيران علشان يقدر يطير ويهرب لو اتحط في موقف خطر. وفي نفس الوقت ده بيكون تشافا قاعد مع اليكس وبيحاول يواسيه عشان فقدان ابوه برضه. وبيلاحظ تشافا ان كل ما تيجي سيره الموضوع ده اليكس بيحاول يتهرب وبيفضل يلعب في تليفونه. فبياخد تشافا التليفون منه وبيقول له ان هو لازم يواجه الواقع ويطلع كل مشاعره اللي جواه ويبطل يتهرب من الموضوع. وبيقول له تشافا ان هو لو عاوز ياخد تليفونه لازم يصارعه والا مش هيشوف التليفون تاني. ودي بتكون خطه من تشافا علشان يخلي اليكس يطلع كل المشاعر والكبت اللي جواه. وفي الاول بيكون اليكس رافض يصارع جده، لكن لما بيعرف ان مفيش طريقه تانية علشان ياخد تليفونه بيضطر يغير رايه ويوافق. وبتبدا المباراه بينهم هما الاثنين وميمو بيكون هو الحكم بينهم. وبيفضل تشافا يضايق اليكس ويستفزه لحد ما بيفقد اليكس السيطره على اعصابه وبيزق جده بقوه وبيوقعه على الارض وبيعمل له اصابه. وساعتها بيجي الدكتور على طول وبيعمل اللازم مع تشافا وبيعالجه. وقبل ما يمشي الدكتور بيقول لاليكس ولونا وميمو ان حاله تشافا الصحيه بتسوء كل يوم عن التاني، وان كمان حاله التوهان والنسيان هتزيد عنده وممكن ينسى حاجات كتير جدا لدرجه ان هو ممكن ينساهم هم. وعلشان كده بينصحهم الدكتور ما يسيبوش جدهم لوحده لان هو هيحتاج عنايه خاصه. واثناء ما الدكتور بيتكلم بيسمعوا كلهم صوت تشوبا وهو بيستغيث وبيطلب المساعده. فبيقولوا للدكتور ان ده صوت حيوان مريض من المزرعه وبيخلوا الدكتور يمشي. واول ما بيمشي اليكس ولونا وميمو بيروحوا على المستودع، وهناك بيتفاجئوا ان ريتشارد دخل المزرعه وبيحاول يقبض على تشوبا. وبيقدر ريتشارد يضرب تشوبا بطلقه مخدر وبيفقدوا الوعي وبياخده وبيروح يحطه في عربيته. ولونا وميمو بيروحوا ورا ريتشارد وبيحاولوا يوقفوه ويعطلوه عقبال ما اليكس يروح يطلب المساعده من جده. وفعلا بيجي تشافا وبيتصارع مع ريتشارد وبيقدر يضربه وبيهزمه. وبيروحوا كلهم ياخدوا عربيه ريتشارد اللي فيها تشوبا وبيمشوا من المكان علشان ينقذوا تشوبا ويوصلوه لاهله. فبيروحوا على الطريق اللي تشافا شافت تشوبا فيه اول مره. ولما بيوصلوا لهناك بيقدر تشوبا يعرف مكان اهله وبيتحرك ناحيتهم بسرعه. وتشافا واحفاده بيطلعوا يجروا وراه لحد ما بيوصلوا على حافه جبل. وبيكون تشوبا هيعدي الطريق للبر التاني علشان يروح لاهله. فبيجي اليكس عشان يودعه، لكن فجاه بتحصل حاجه غريبه وبيقع اليكس من فوق الجبل. لكن في اخر لحظه بيقدر تشوبا يطير وبينقذ اليكس من الموت. وبمجرد ما تشوبا بيرجع اليكس للحافه تاني بيتفاجئوا كلهم بوصول ريتشارد. فبيضرب ريتشارد طلقه مخدر على تشوبا وبيفقده للوعي تاني. وبيروح ياخد تشوبا وبيهددهم ان اي حد هيفكر يوقفه المره دي هيقتله. وبياخدوا ريتشارد وبيمشي من المكان قدام عيون تشوبا واحفاده واللي كلهم ما بيكونوش قادرين يعملوا اي حاجه لتشوبا. واثناء ما ريتشارد واخد تشوبا وماشي بيتفاجئ باسره تشوبا قدامه. فبيتصدوا له وبيوقفوه وبيكون ريتشارد خايف منهم وبيهددهم بقتل تشوبا. لكن في اللحظه دي بيتدخل تشافا وبيضرب ريتشارد من ظهره وبيقدر تشافا يهزم ريتشارد. واخيرا بيرجع تشوبا لاحضان اسرته من تاني بعد ما تشافا واحفاده قدروا ينقذوه. وبعدها بيودع اليكس اعز صديق ليه وبيمشي مع اسرته. وبيكون اليكس زعلان عليه وهيفتقده جدا، لكن في نفس الوقت فرحان علشانه وعلشان اخيرا رجع لاسرته. وبعدها بيرجع اليكس للبيت وبيبدا يحضر حاجته علشان يرجع لبلده. فبيروح اليكس يودع لونا وميمو اللي كانوا اكتر من اخواته وبيوعدهم ان هو هيبقى يزورهم تاني. وبيمشي اليكس مع تشافا علشان يوصلوا للمطار. وبيكون واضح ان هم بقوا مقربين من بعض وعمالين يضحكوا ويدردشوا. وبيكون اليكس مبسوط لان هو اخيرا لقى عيلته زي ما تشوبا لقى عيلته. ولما بيوصل اليكس للمطار بيقول لجده ان الاجازه دي احسن اجازه قضاها في حياته. وبيودعوا اليكس وبيركب الطياره علشان يرجع لبلده تاني. وبيخلص الفيلم.